قلنا الفيديو اللي فات ان في ناس بيحصل في حياتهم امثله، وقلنا الامثله دي امثله واقعيه دايما بتحصل في حياه الناس، في حياتك انت شخصيا، في حياه اي حد. تقول هو ليه الناس دي بتظلمني؟ هي ليه الناس دي بتيجي عليا؟ يعني هو انا عشان أنا طيب؟ هو انا عشان انا راجل يعني مؤدب وتربيت حلو فاي حد يجي عليا؟ وللاسف ساعات الناس اللي بتيجي عليك دول بيبقوا اقرب الناس ليك، يعني ممكن صحابك، ممكن جوزك، ممكن مراتي، ممكن اي حد يكون قريب مننا، ومع ذلك تحس دايما ان هو بيجي على حقك. ليه ما سألتش نفسك ليه بيحصل الكلام دوت؟ يعني لو جينا لخصنا كل الكتب بتاعت احترام الذات، اهم حاجة هتلاقيهم اتكلموا عنها هي المواجهة. فن المواجهة. انت ازاي هتواجه الناس اللي بتغلط فيك، الناس اللي بتتريق عليك، الناس اللي واخداك يمين وشمال؟ ازاي هتواجههم وازاي تكون مش وقح؟ يعني تواجههم وتاخد حقك وفي نفس الوقت تكون مؤدب وتكون محترم وتحتفظ بأخلاقك وتربيتك وكل الكلام ده. يعني ازاي تعرف هو بيحب نفسه ولا لا؟ هتعرف من الحتة دي، من حتة المواجهة، لان اللي بيحب نفسه هتلاقيه دايما بيدافع عنها وبيحفظ قيمتها وبيرسم لها حدود ان محدش يقرب لها. واي حد ما بيحبش نفسه ما بيعملش كده، تحت بقى بنود كتير، تحت بنود اللطف، تحت بنود التبرير، تحت بنود الموقف ما يستاهلش. الشخص ده هو بيحبني جدا وانا بحبه جدا فمش عايز اجرحه. كل ده ملوش علاقة بالمواجهة. المواجهة 6 مراحل او 6 درجات. عرفوها علماء علم النفس ان هي 6 درجات. في ناس بتواجه عن طريق 6 درجات. احنا مش هنقول ال6 درجات، هنقول اهم درجتين منهم وهنقول ملخص ال4 درجات التانيين. ملخص ال4 درجات التانيين على سبيل المثال، لو في حد بيأذيك في حياتك، وهنفترض مثل، هنفترض شخص قاعد مع اصحابه ودايما بيتريقوا عليه مثلا، يعني فبيتريقوا على لبسه، بيتريقوا على شكله، بيتريقوا على اي حد. فالدرجة الأولى هي الدرجة السلبية جدا، هتلاقيه بيضحك وبيأكد الكلام اللي بيقولوه عليه صحابه من باب الهزار. ده غلط طبعا، مش حاجة اسمها كده. الدرجة اللي بعديها اسمها الدرجة الصفرية. الدرجة الصفرية اللي هو الابتسامة، انت بتبتسم كده يعني وبتتحرك كده وما بتردش، وبالتالي الناس ما عرفتش انك بتزعل من حاجة زي كده، وبالتالي هيعيد الكلام ده مرة واثنين وثلاثة. وبعد كده الدرجة الأولى والدرجة التانية والدرجة التالتة والدرجة الرابعة. أهم درجة تقدر تواجه بيها الناس اللي بتسخر منك أو الناس اللي بتأذيك في حياتك هي الدرجة التالتة. بالنسبة لي هي أهم درجة. أي حد يجي عليك في حاجة، خليك صارم إنك تقوله إن الكلام دوت أنا بزعل منه، فيا ريت بعد إذن حضرتك ما تهزرش معايا الهزار ده عشان أنا بزعل منه. بمنتهى الصرامه وعينك في عينيه، عينك في عينيه. الحاجه اللي تزعلك ما تتكسفش انك تقول لحد ده بتزعلني حتى لو بيهزر. فهتلاقي رده حاجه من الاتنين، يا اما رده اللي هو هيقسم المواجهه، هينهيها عشان ما يصطدمش معاك وخلاص، هيقول لك لا يا انا اسف يعني ما كانش قصدي. او في حد تاني هيقول لك ايه بقى، هيقول لك على فكره انت حساس قوي، انت ليه حساس كده؟ الموضوع ما كانش مستاهل. في الحقيقه انك انت اللي بتحدد ايه هو اللي بيزعلك وايه هو اللي مش بيزعلك. فقد يكون اللي بيزعلك ما بيزعلش حد تاني، وقد يكون الحاجه اللي مش بتزعلك بتزعل حد تاني. كل انسان بيرسم لنفسه الحدود واضحه قدام كل الناس عشان محدش يهوب منها. الدرجه دي من اهم الدرجات اللي انا بحب اواجه بيها الناس، حتى لو صاحبي، حتى لو حبيبي، حتى لو اي حاجه. طالما غلط فيا بقصد او من غير قصد فانا دي حدودي، فانا معلش انا اسف. بمنتهى الصرامه ما تهزرش معايا الهزار ده، انا ما بحبوش. تمام. في درجه تانية، لو انت حد بقى عزيز عليك او حد انت من فراستك او من تفكيرك في الوضع تحس ان الانسان ده لا هو مش قصده ان هو يهينك، او مش قصده، هو راجل طيب يعني وبيهزر معاك، مجرد اللي هو بيهزر معاك. لو انت عارف الموضوع ده كويس جدا، يعني متاكد ان الشخص ده كده بيحبك وهو عايز يهزر معاك ومش قصده اي حاجه وحاجات كتير، ساعتها ممكن تستخدم الدرجه الرابعه اللي هي بلطف. انا عارف ان انت ما تقصدش بس الموضوع ده بيزعلني. بابتسامه، يعني ما تكونش صارم ومش باصص في عينيه وكل الحاجات اللي احنا قلناها في الدرجه الايه الثالثه دي. فدي درجتين احنا بنستخدمهم. في ناس بتستخدم اخر درجه اللي هي الوقاحه.
لا يا عم، طب بص انت لبسك بقى، بص لوشك. انا عن نفسي ما مش برجح الطريقه ديت اللي هي الدرجه الرابعه دي، لا انا مش برجحها انك حد يتريق عليك فتتريق عليه. انا ما بحبش ارد على الناس بنفس الطريقه اللي هم بيعملوا بيها، لكن اقدر عن طريق شخصيتي الواضحه وحدودي الواضحه اقدر اقول له ما تعملش معايا كده. ولو انت بتخاف ان انت لو عملت حاجه زي كده هتصطدم مع اللي قدامك، او هو هيزعل منك، او لو كان بيحبك مش هيبقى بيحبك بعد كده، فخلي بالك الناس دي مش مهمه في حياتك. اذا هو زعل من حاجه زي كده فخليك على ثقه 100% او على ايمان ان الراجل ده مش مهم في حياتك، لانه مش انه المفترض ان هو يزعل. هو انت يا اما تهني وتزعلني يا اما هتزعل. فانا عشان بحب نفسي وبحب ذاتي فانا معلش انا ما اجرحش، ما اسيبكش تجرح نفسي. عايز انت تمشي تجرح نفسك وتزعل براحتك، دي حاجه ما تزعلش حد طالما انا مؤدب وذو اخلاق وراجل طيب. ولكن بحط حدود للمعامله، لازم تحط حدود واضحه لمعاملتك. ما تخافش من المواجهه. انا عارف ان ده بيبقى صعب على ناس كتير. الموضوع ده بيجي بالتمرين بالتدريب. يعني اذا انت وبتاخد خبره في الموضوع مع الوقت، اذا انت حصل الموضوع معاك اكتر من مره، اول مره كنت خايف وضربات قلبك زايده وانت صارم وحاد انك بتحط حدود لنفسك وكده، فكان ضربات قلبك زايده جدا وخايف ومتوتر جدا. ولكن مش معنى التوتر او انك خايف انك ما تاخدش الخطوه، هتفشل وهترجع لورا والناس هتفضل تيجي عليك. لا، خد الخطوه حتى لو انت خايف. مرة واثنين وثلاثة واربعة هتلاقي نفسك بمنتهى البساطة وبمنتهى الهدوء بتبص للي جنبك وبتقول له لا دي حدودي، ما ينفعش حضرتك اللي انت يعني تضايقني بالطريقة ديت. لا بعد اذنك ما تهزرش معايا بالطريقة دي. بمنتهى الهدوء هتلاقي نفسك كده مع التدريب. يقال من علماء علم النفس ان اول 30 موقف هيبقى يعني كل موقف بتزداد سهولته مع المواقف. يعني الموقف الاول هيبقى حاد جدا بالنسبه لك وصعب، الموقف الثاني هيبقى اقل 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 لحد رقم 30 هيبقى الموضوع في رقم 30 هيبقى يعني بالنسبه لك بقى بسيط جدا وبقيت بتعمله. هم بيحددوا ده ب 30. انا شايف ان هو مش ممكن يكون مش 30، ممكن من اول موقفين ثلاثه تتدرب وتتعود انك تواجه وانك لا يا فندم لا ده ما ينفعش حضرتك تهود مني في الموضوع ده، لا حضرتك الموضوع ده بيزعلني، الموضوع ده بيزعلني جدا فحضرتك معلش انا اسف، ما يعني ما ينفعش كده. مع الوقت هتعرف ان دي حاجه مهمه جدا وانك انت مهم ونفسك مهمه وقيمتك مهمه جدا، ولازم ترسم حدود لكل الناس حتى لو قريبين منك عشان صحتك النفسيه وعشان انت ما تكبتش نفسك. خلي بالك دي سبب من اسباب الاكتئاب. في ناس كتير بتبقى مكتئبه بسبب الموضوع ده. هو لا شعوريا بيكتم في نفسه هم ليه اتريقوا عليا وسكت ومشي وما خدش حقه. طب ما تاخد حقك، انت ايه ساكت ليه؟ ما تاخد حقك بالادب وبالاخلاق. ما تهزرش معايا، ما تهزرش معايا. بيعملني معامله وحشه في الشغل، لا حضرتك انا ما بشتغلش بالطريقه دي، يعني انا ما بعرفش اشتغل بالطريقه دي. وده بيقاس مش على موقف مجرد شخص، احنا بنقول مثال مجرد شخص قاعد مع اصحابه فبيحصل معاه كده، لا احنا بنقول مثل. يعني قد يكون الموقف ده مع اي حد، انت تواجه اي حد حتى لو مراتك، لو جوزك، لو صاحبك، لو مديرك في الشغل، ايا كان العلاقه، لو مامتك باباك، اي حد ممكن تواجهه طالما المواجهه بالادب وطالما ما غلطتش في حد. انت بس مجرد بترسم حدود لحياتك بس كده. فاهم حاجه في حياتك لازم تتبعها كويس جدا عشان تفضل قوي قدام نفسك وتفضل شخص صامد وناجح المواجهه وتتعلم فنونها، لان هي ليها طرق كتير جدا احنا لخصناها في كام طريقه. شكرا.